السلام عليكم، اهلا بكم في قناه فن الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل بوك كده صغير او محفظه. تحطيها مثلا في الشنطه معاكي، تحطي فيها الفكه يعني الفضيه، الحاجات اللي زي كده. الخيوط المتوفره اللي انا هعمل بيها، انا هعمل بخيوط قطن. لو انت حابه اي خيوط متوفره عندك وحابه تعملي بيها برضه هتبقى شكلها حلو، مفيش فيها اي مشكله. وهستخدم ابره مقاس 3. طبعا البوكة طريقته سهلة جدا، ومفيش فيه أي شغل كتير، هي في 5 دقايق تقدري تعمليه. هعمل معايا عقدة البداية بالشكل ده كده أهو. وهعمل 20 سلسلة أهو بالشكل ده كده، وهبدأ إن أنا أعمل 20 سلسلة. بعد ما عملت 20 سلسلة هاخد سلسلة ارتفاع بالشكل ده كده، وهلف الخيط على الإبرة. طبعا دي هعتبرها إن ارتفاع السلسلة الأخيرة اللي أنا أخدتها دي، وهدخل بقى في اللي بعدها على طول، وهعمل غرز عمود بلفة اهو. هدخل اعمل في كل الغرز اللي عندي عمود بلفه بالشكل ده كده. هلف الخيط وادخل اسحب معايا 3 حلقات، اخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده. كل الغرز اللي عندي هدخل اعمل فيها عمود بلفه اهو بالشكل ده كده، لحد ما اوصل لاخر غرزه. وهشوف كده بقى هنعمل فيها التزايد بتاعنا. فهكمل بقى كده عمود بلفه لحد اخر غرزه، وارجع اوريكم هنكمل مع بعض ازاي. كده انا خلاص عملت عمود بلفه بالشكل ده كده لحد ما وصلت لاخر سلسله اهو. وهدخل في السلسله الاخيره دي كده، وهعمل فيها 3 عمود بلفه في نفس السلسله اهو. دي كده اخر سلسله، هدخل اعمل فيها تزايد 3 عمود بلفه في نفس المكان ده كده. عمود التاني التالت بالشكل ده كده. خلاص كده هلف بقى الشغل معايا، وهبدأ اشتغل على بقية السلسلة الناحية التانية من السلسلة بالشكل ده كده اهو. هدخل بقى فيها عادي خالص، اعمل ايه عمود بلف اهو زي ما انتوا شايفين كده. دي كده ايه الجنب التاني من السلسلة. اخد معايا بقى بقية الخيوط بالشكل ده كده اهو. هيبدأ بقى ايه يبان معايا البوك زي ما انتوا شايفين كده اهو. في الغرز دي كلها اعمل عمود بلف لحد ما اوصل لاخر سلسلة، وارجع اوريكم برضو هنعمل فيها تزايد. هكمل بقى كده وارجع لكم تاني. كده انا خلاص خلصت بقى، فاضل معايا اخر سلسلة هدخل اعمل فيها 2 عمود بلف اهو. في نفس السلسلة الاخيرة دي كده هعمل فيها 2 بس. يبقى انا عملت هنا كده 3 عمود بلفة في الجهة التانية دي، وده عملت فيها 2 عمود بلفة في نفس المكان. وهدخل بقى في اللي قصادها بالشكل ده كده، هقفل فيها بمنزلقة اهو. ده كده هيبقى القفل بتاعي اللي انا عملتها دي، كل مرة هقفل فيها بمنزلقة، فتعلميها علشان خاطر ما تتلخبطيش فيها. هنبدأ بقى نرتفع 2 سلسلة، وهندخل بقى نعمل عمود بلفة عادي خالص من غير اي تزايد ولا اي حاجة. كده احنا خلاص كونا عندنا الدور ده، هو ده كده اللي فيه التزايد. فانت هتفضلي بقى ترتفعي كده بالادوار لحد ما البوك يوصل معاكي للطول اللي انت حابه تعمليه. كده تدخلي تعملي عمود بلف عادي خالص تحت الحلقتين بالشكل ده كده، لحد ما يوصل معاكي للطول اللي انت حباه اهو بالشكل ده كده. هفضل بقى ارتفع انا بالادوار لحد ما اوصل معايا للطول، وهعملهم كل الادوار هتبقى عمود بلفه. وباجي هنا كده زي ما قلنا بعلمها من هنا، وبقفل هنا كل مره بمنزلقه. شايفين بقى كده بدأ يبان معايا ازاي، بدأ يعمل ايه جناب كده للبوك زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. هتفضلي بقى تكملي كده بالادوار لحد ما يوصل معاكي، هترتفع بقى كده لحد ما يوصل معاكي للطول اللي انت حباه. لو انت حابه البوك اعرض من كده هتزودي عدد السلاسل، لو انت حباهم كده هتزوديهم في ل 25 او زي ما انت حابه بقى تعمليه. هكمل بقى وارجع اوريكم الشكل بعد ما ارتفعت بالادوار. كده انا خلاص كده زي ما انتم شايفين فضلت ارتفع بالادوار لحد ما وصل معايا للطول ده كده، وانا اكتفيت بالطول ده. العدد الادوار اللي انا عملتها 1 2 3
11 دور. انا كده عملت 11 دور. طبعا انت لو حابه البوك اطول من كده هتزودي في عدد الادوار، لو انت حباها اطول من كده. انا بقى هوريكم الدور اللي بعديه هنعمله ازاي، علشان خاطر ديت الفتحات اللي هنعملها او اللي هنخرمها دي هتبقى المكان اللي بنقفل منه، اللي بندخل اللي بندخل فيه الرباط وبنقفل منه البوك بتاعنا. انا كده ارتفعت 2 سلسله، هلف الشغل بالشكل ده كده وهدخل اعمل عمود بلفه عادي خالص بس. وبعد كده برتفع سلسلة وبدخل وبسيب غرزة زي ما انتم شايفين كده اهو، بسيب غرزة. وبعد ما ارتفعت سلسلة بسيب دي وبدخل في اللي بعديها اعمل فيها ايه، عمود بلفة. وبعدين اخد سلسلة وبعدين اسيب غرزة وادخل في اللي بعديها اعمل عمود بلفة اهو. وبعدين برتفع باخد سلسلة بسيب دي وادخل في اللي بعديها اعمل عمود بلفة لحد ما اعمل معايا لحد ما تخلصي الدور كله بالشكل ده كده. تعملي عمود بلفة، تاخدي سلسلة، هتسيبي سلسلة، هتدخلي في اللي بعديها تعملي عمود بلفة بس كده. ده كده الدور اللي انت هتعمليه كله لحد ما توصلي لهنا كده وتقفلي بمنزلق. هكمل بقى الدور وارجع اوريكم الدور اللي جاي. كده انا خلاص اخر عمود عملته. هرتفع هاخد سلسلة وهدخل بقى في الثلاث حلقات اللي احنا كنا عاملينهم دول، 3 سلاسل هدخل اقفل فيهم بمنزلقة بالشكل ده كده اهو بس كده اهو. طبعا الوردة ديت انا عملتها ولزقتها زي ما انتم شايفين كده. هنكمل بقى الدور الجاي. الدور اللي جاي هنعمل ايه، هنعمل دور من غير اي دور عادي خالص زي اللي كنا بنعمله اهوت. هرتفع 2 سلسلة وهلف الخيط على الابرة وهدخل اعمل تحت الحلقتين دول كده اعمل فيهم عمود بلفة. والمكان اللي كنا بنعمل فيه السلسلة هدخل اعمل فيه عمود بلفة، وتحت الحلقتين دي كده عمود بلفة. هكمل بقى الدور كده من غير اي ايه، مش هخرم تاني، مش هعمل تاني ايه فتحات زي كده. هعمل دور كمان من غير اي حاجة اهو بس كده. هكمل بقى دور تحت الحلقتين، غرزة عمود بلفة تحت الحلقتين والعمود بلفة التاني تحت السلسلة اللي احنا كنا بنعملها ارتفاع دي. هكمل بقى الدور كده ونرجع بقى نقفل مع بعض البوك. انا كده خلاص خلصت. هدخل اقفل بقى بمنزلقة بالشكل ده كده واخد سلسلة كده ارتفاع وخلاص كده. يبقى انا خلصت ايه البوك معايا بالشكل ده كده خلص. هنقفل بقى مع بعض اللي هنا هنقفلها دلوقتي. هقص الخيط وارجع بقى نقفل مع بعض بقية البوك. كده بقى خلاص انا عملت بقى الرباطين دول عبارة عن 60 سلسلة. هترتفعي عدد 60 سلسلة وتعمليهم بالشكل ده كده، تعملي 2 زي ما انتوا شايفين كده. وهتسيبي بقى فتلة من ناحية وفتلة من ناحية عشان خاطر تعمليها في البوك. بعد ما بعمل بقى السلاسل بالشكل ده كده بجيب ابرة التنظيف وبدخل في الفتلة دي كده اهو زي ما انتوا شايفين. باجي بقى من الجنب كده باخد ايه معايا حلقة كده وواحدة تحت الابرة كده بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا بعملها هتلفيها كلها على البوك كله اهو. نكمل بقى. وانت بتعملي كده ما تاخديش معاكي الجنب التاني اهو، بعيد عن الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده اهوت اهو بس كده. بشدها بالشكل ده كده كده خلاص. شايفين كده اهي. الخيوط دي طبعا هنضفها بعد كده بس كده. هكمل بقى طبعا انا عملت بقى من الجنب ده كده جايه نازله منها الفتل دي، فهعمل بقى من الجنب التاني هعملها برضو نفس الطريقه. والخيوط دي كده بعد كده هتقصيها في الاخر اهو. خلاص بقى اجيبها من الناحيه التانية اهو اهو. ادخل برضو زي ما كنت بدخل بالشكل ده كده.
عشان يبقى معايا من ناحيتين رباط من كل جهة اهوت. اسحب كده واكمل بقيت. ده كده بقى الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين اهوت. بيتفتح كده اهو وبيتقفل بالشكل ده كده اهو. في حاجه كمان حابه ان انا اعملها معاكم. انا كنت عامله بقى قلبين زي ده كده بالشكل ده كده، قفلتهم من جنب واحد اهو، وهعملهم هنا كده، وهجيب دي بقى كده ادخلها بالشكل ده كده اهو في الجنب ده عشان تديني بس شكل حلو. لو حابين تعملوا الفكره دي مفيش مشكله، لو مش حابين تعملوها عادي خالص، ممكن ان انتوا ما تعملوهاش اهو. هدخل بقى ابره التنظيف بالشكل ده كده واقفل معايا. انا عامله قلبين اهوت هنا كده، هقفلهم معايا على الجنبتين عشان بس يديني شكل حلو للبوك بتاعي اهو. لو مش حابه تعمليها ما تعمليهاش اهو. طبعا لو حابين الورده انا كنت عملتها عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل معايا، فلو حابين ان انا اعملها لكم ممكن اعملها لكم في فيديو تاني لوحدها عشان الفيديو ما يبقاش طويل معايا اهو. ادخلها بالشكل ده كده واقفلها من هنا كده اهو. ثبتها كويس معايا. بعد ما دخلتها كده هثبتها بقى كويس بالشكل ده كده. عايزه اثبتها كويس عشان ما تفكش مني بعد كده. بس كده هعمل بقى الجنب التاني. لو حابين بقى ان انا اعمل لكم طريقه القلب والورده ديت هعملها لكم في فيديو تاني لوحدها، علشان الفيديو ما يبقاش طويل معايا، يكون فيديو بسيط كده تقدروا تعمليه بكل سهوله. طبعا لو انت لسه مبتدئه هتقدري تعملي البوك بطريقه بكل سهوله لان هو طريقته سهله جدا. بس كده كده انا خلاص ثبتها. وده كده الشكل النهائي للبوك زي ما انتم شايفين. انا كملت بقى الجنب التاني قفلتها بالشكل ده كده اهو. وده كده شكلها النهائي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. هتتقفل بقى بالشكل ده كده، ممكن تستعمليها تحطي فيها الهاند فري بتاعتك في الشنطه، تحطي فيها الفلوس بتاعتك، اي حاجه انت حابه تعمليها، او الشاحن، حاجات زي كده اهو. طريقتها سهله جدا، طريقه البوك سهله جدا وشكله شيك قوي. شايفين كيف بتفتح كده وبتقفل بالشكل ده كده اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، بس يا ريت ما تنسوش الاشتراك واللايك تشجيع منكم ليا ان انا اكمل معاكم واعمل لكم فيديوهات تانية كتير. ولو حابين طريقة الوردة ان انا اعملها لكم اكتبوا لي في الكومنتات وانا اعملها لكم. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك. سلام عليكم.